محمد رمضان، أسرار نمبر 1 وأرقامه القياسية وثروته الخيالية. متخيل إن محمد رمضان اللي بقى نمبر 1 بدأ مشواره من شوارع الجيزة وهو عنده 16 سنة؟ ده غير إن عنده أرقام قياسية محدش قدر يكسرها، وثروته تخليه من أغنى الفنانين في العالم العربي. في الحلقة دي هنعرف إزاي بقى الأسطورة وأسرار محدش يعرفها عنه. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار المشاهير العرب. محمد رمضان الراجل اللي خلى التمثيل يبقى اكشن، ومن اول ظهور ليه الجمهور وقع في حبه. بس ورا الكاميرا رمضان عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن مشواره الفني واهم اعماله واغرب حاجه عملها عشان يبقى نمبر 1، كمان ثروته اللي اتخطت الملايين. محمد رمضان اتولد سنه 1988 في الجيزه، وبدا مشواره الفني من مسرح المدرسه، ولما شافه الناقد احمد عبد الحميد قال انه هيبقى نجم كبير في المستقبل، لحد ما عمل دور مميز في فيلم احكي يا شهرزاد سنة 2009، وده خلى الناس تلاحظ موهبته. وفي 2012 رمضان قدم فيلم عبده موتة اللي حقق نجاح ضخم، ومن هنا بدأت رحلته نحو النجومية، وقدر يحقق أرقام خيالية في شباك التذاكر. محمد رمضان عنده أرقام تخليه ينافس نجوم كتير، زي مثلا إنه بقى من أكتر ممثل مصري عنده فيديوهات معدية ال 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب. فيلم شد أجزاء حقق 25 مليون جنيه في شباك التذاكر، وده كان رقم ضخم جدا. مسلسل الأسطورة حقق نجاح خيالي في رمضان 2016، ومن أكتر المسلسلات مشاهدة في مصر والوطن العربي. أما في الغناء فأغنية مافيا كسرت حاجز ال 200 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وده خلى محمد رمضان يبقى أول فنان مصري يوصل للرقم ده في وقت قصير جدا. محمد رمضان عنده هوس بالعربيات، عنده أسطول بيضم عربيات زي فراري واللامبورجيني والرولز رويس، وقيمتهم بتعدي ال 20 مليون جنيه. محمد رمضان عنده جوائز كتير، منها جائزة أفضل ممثل شاب سنة 2014 عن فيلم قلب الأسد، وجائزة أفضل ممثل في استفتاء الجمهور عن مسلسل الأسطورة سنة 2016. كمان رمضان اتكرم في مهرجان الفضائيات العربية سنة 2019 كأفضل مطرب شاب بعد نجاح أغنية على اليوتيوب. أما في المسرح رمضان قدم مسرحية أهلا رمضان، واللي حققت نجاح كبير في موسمين على التوالي. محمد رمضان بياخد 50 مليون جنيه في المسلسل الواحد، وده خلاه يبقى من أعلى الفنانين أجرا في مصر. ثروته الحقيقية بقت حوالي 250 مليون جنيه، وده بفضل مسلسلاته وأفلامه، وكمان عقود الإعلانات مع شركات كبيرة. كمان رمضان عنده قناة على اليوتيوب بيحقق منها أرباح شهرية بتوصل ل$100,000 بسبب عدد المشاهدات الخيالي. محمد رمضان اتعرض لهجوم كبير بعد أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، واللي تسببت في إيقافه عن العمل، لكن رمضان اتبرع بمبلغ ضخم لأسرته بعد وفاته. رمضان قدم حفلات ضخمة في مصر ودبي، كان بيركب عربيات فخمة وبيطلع من طيارة خاصة، وده خلى الناس تسميه نمبر 1. رمضان كان بيشارك فيديوهات على تيك توك وهو بيرقص على أغانيه، وده خلى ملايين المتابعين يقلدوا حركاته ورقصاته. دي كانت حكاية محمد رمضان، الراجل اللي خلى التمثيل يبقى أكشن والغناء يبقى ترند، واللي أثبت إن النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل تاريخ في أي مجال. إيه أكتر فيلم أو أغنية بتحبوها ليه؟ شاركونا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. أشوفكم الحلقة الجاية.